لو انت كوتش ترينر كونسلتنت وبتحاول بتجاهد بتشتغل تكتب وبتحصل على شهادات وبتاخد كورسات ولكن لسه مش لاقي مقابل للمجهود اللي انت بتعمله، في 5 خرافات ممكن تكون هي اللي موقفاك عن ان انت تصل الى ما تستحق وما تتمنى. فخلينا نتكلم النهاردة في الفيديو ده على 5 خرافات ساعتها ممكن تتوجع، ولكن في نفس الوقت في نهاية الفيديو هتعرف ازاي ممكن تحل المشكلة بتاعت ان الناس بتشوفني ولكن محدش بيقدر ان هو يتفاعل معايا. مستعدين؟ اول خرافة منهم هي الخرافة ان انا محتاج شهادات اكتر، وكل ما يكون عندي شهادات اكتر الناس هتدفع اكتر. دي اعتقد كلنا عارفين ان هي خرافة. ليه؟ لان معظم الترينرز الكونسلتنتس الناس اللي عندهم معرفة قوية على فكرة مش لازم يكونوا الأكثر حصولاً على الشهادات، وإن هم يكون عندهم في البيت شهادات كتيرة جدا، ولكن الناس دي بتعمل حاجة مختلفة، بتحاول إن هي تباكج أو إن هي توظف المعرفة بتاعتها عشان تفيد غيرها، مش إن هي تاخد شهادات. طيب إزاي ممكن نحل المشكلة دي؟ أولاً العميل بتاعنا مش بيجيلنا عشان إحنا عندنا شهادات، العميل بتاعنا بيجيلنا عشان هو شايف إن إحنا نقدر نحلله المشكلة بتاعته، وبالتالي عشان نقدر إن إحنا نوري للعميل إن إحنا نقدر نحل المشكلة بتاعتك، رقم 1 محتاج إن أنت تطمنه وتقول له إن أنا أقدر أحل المشكلة دي. ده بقى من خلال الكونتنت اللي أنت بتقدمه، من خلال الليد ماجنتس اللي أنت بتعملها، من خلال الفيديوهات اللي أنت بتعملها عشان تطمنه إن أنت عندك حل للمشكلة بتاعته. رقم 2 إن أنت تستخدم تستمونيالز أو فيدباك من ناس اشتغلوا معاك قبل كده. ده لوحده بمثابة يعني شهادة لوحدها، ده بمثابة إن أنت يبقى عندك شهادة قوية خدتها من منظمة، إن حد يكتب إن أنت قدرت تساعده إن هو يصل إلى الحل اللي غيره محتاجك عشان يصل إليه. الخرافة رقم 2 إن أنا محتاج إن أنا أعمل فيسبوك آدز، والفيسبوك آدز هتحل لي المشكلة بتاعتي. من وجهة نظري أنا دايما بشوف إن دي خرافة، لأن أنا اتعاملت مع ناس كتيرة وبيعملوا فيسبوك آدز، في منها بينجح وفي منها بيفشل، والنجاح والفشل مش قائم على قوة الفيسبوك آدز. لأن أنا بشوف دايما إن الفيسبوك آدز دي بالظبط هي عبارة عن إن أنت عندك يعني ساعي بريد، وما عندكش مثلا ساعي بريد واحد، انت بتصرف وتجيب بقى ساعي بريد 1 2 3 4 5، بس كلهم بيروحوا بجواب واحد مقفول. فساعي البريد حقيقي بيوصل الجواب بتاعك للعميل اللي انت عايزه، ولكن اول ما العميل بيفتح الجواب ما بيلاقيش في حاجة خالص، وبالتالي ساعي البريد حقق الغرض او حقق الهدف المطلوب منه ان هو وصل الجواب، ولكن لما العميل فتح الجواب ما لقاش حاجة. او في نفس الوقت ممكن وهو ساعي البريد بيخبط على الباب وبيدي للناس الجواب، الناس تقول انت جاي منين؟ ليه؟ فمن وجهة نظري ان انت تفكر في فكرة الفانل كله على بعضه، وازاي تخلق التراست، ازاي تخلق الثقة. مش بس الفيسبوك ادز هي اللي هتجيب لك فلوس وهي اللي هتجيب لك يعني ريتش وهي اللي هتعمل كل ده، هي في الاخر هي أداة وليست بيزنس. الخرافة رقم 3 ان انا كل ما اشتغلت اكتر هكسب اكتر، او كل ما اشتغلت اكتر بيزنس بتاعي هيكبر. ودي بصراحة برضو خرافة، لان الموضوع مش ان انا بشتغل هاردر يعني بضغط على نفسي وبكون مشغول. هي اللعبة كلها هي لعبة برودكتيفيتي، لعبة انتاجية. هو الساعة بتاعتك دي عملت فيها ايه؟ والساعة بتاعتك دي بتساوي كام؟ واحدة من أكتر الحاجات كنت في محاضرة أو كنت في وركشوب ووقفت معايا جدا وعلقت في دماغي لما حد سألني داخل الوركشوب دي هي ساعتك بتساوي كام؟ فساعتك بتساوي كام ده بيخليك إن أنت تفكر إن أنا حقيقي لو أنا في الساعة دي عملت فيديو إديتنج على سبيل المثال بكام؟ طب الفيديو إديتنج دي أنا لما بعتها لحد هديله كام؟ والله لو ساعتك أغلى وسعرها أغلى من الفيديو إديتنج، خلاص ادي الفيديو إديتنج لحد تاني، وانت في الساعة دي اعمل الحاجة اللي انت شاطر فيها اللي هتجيب لك انفستمنت اكتر. فمش لازم ان انت تشتغل هاردر، ولكن بتشتغل سمارتر. وكلمة هاردر وسمارتر من وجهة نظري هي بتيجي في الانتاجية. انتاجية الساعة دي شكلها عامل ازاي؟ فخلي بالك لو انت كوتش ترينر كونسلتنت، في فرق ما بين ان انت تكون مشغول وتشغل نفسك وان انت تكون برودكتيف او منتج. الخرافة اللي بعد كده ان انا عايز اساعد كل الناس، وانا لو ساعدت كل الناس ده معناها ان انا هيجيلي كلاينتس اكتر، ومفيش علاقة مرتبطة ما بين ان انت بتساعد كل الناس وان الكلاينتس تيجي اكتر. هتلاقي نصيحة دايما الناس بتقولها لاي حد بيبدأ، فكرة التخصص. وفي فيديو احنا حاطينه في الديسكريبشن بيتكلم على فكرة التخصص. كل ما تخصصت
مع الناس اللي انت بتحاول تشتغل معاهم كل ما الناس دي هتسمعك. ليه؟ لان المجتمع دلوقتي بقى صعب جدا ان الواحد يقف في حاجة او يقف على بوست او يقف على فيديو غير لما يحس بالألم نفسه، والناس محتاجة ان هي تتذكرك بشيء. هتلاقي دايما انت في دماغك انت متذكر حد بحاجة هو بيعملها. يعني على سبيل المثال لو مثلا في عندك مشكلة مثلا في عينك، انت ما بتروحش مثلا لطبيب عام، انت بتروح لطبيب عيون، مع ان الطبيب العام ممكن يقول لك، ممكن يبقى عنده نصيحة، ولكن انت بتروح لخبير. فلو انت عندك معرفة انت محتاج تكون خبير، وعشان تكون خبير محتاج ان انت تركز رسالتك عشان الناس تسمعها، وبالتالي التخصص بيكون اهم بكتير جدا من ان انت تكون ممارس عام. احنا في الشغل بتاعنا في البيزنس ما ينفعش تكون ممارس عام، وخاصة في البدايات، لان في زحمة. ولو انت عايز تكون ممارس عام هتلاقي منافسة كتير. لو انت قلت مثلا ان انا بحاول اساعد الاكزيكتيفز او القادة ان هم يكونوا متوازنين اكتر في حياتهم، يبقى ده من وجهة نظري ده في تخصص. مثلا على سبيل المثال ان انا بعمل ريتريت للامهات، مخصوص للامهات اللي عندها مثلا 2 أو 3، او ان انا بعمل استرتشات او بعمل اكسرسايز للناس اللي هم above 50. اوكي، بعمل لهم استرتشات بشكل مختلف. فكل ما تخصصت كل ما الناس تسمعك، ودايما نتكلم مع عميل واحد. اخر خرافة ان انا محتاج AI tools. دي اعتقد دي واحدة من الخرافات اللي انا بقيت بسمعها كتير جدا. دي خرافة، انا محتاج AI tools عشان اقدر ان انا اكبر البيزنس بتاعي. في فرق ما بين الادوات وفي فرق ما بين الطبخة. الطبخة هي الكومبوننتس او المكونات اللي انت عايزها. اوكي، دي ممكن تكون زي الاي اي تولز، ولكن انت لو مش عارف عايز تطبخ ايه، انت هتشتري منتجات كتير وهتشتري مكونات كتير، وفي نفس الوقت مش عارف هعمل بيهم ايه. فعشان كده مهم جدا وانت بتستخدم الادوات تعرف ان انت هستخدمها فين، ايه البيزنس بتاعي، يبقى عندك افكار، يبقى عندك ورك فلو، يبقى عندك العملية نفسها، تبقى طباخ قبل ما تروح تشتري تبقى محضر الطبخة. واحدة من الخرافات ان انا سمعت عن الاي اي وانا كوتش عايز استخدم الاي اي. عظيم، هستخدمه فين وازاي؟ فدي هم ال5 خرافات اللي احنا حبينا نتكلم فيها النهاردة. مين اكتر خرافة انت شايف ان هي ممكن موقفاك ان انت تحقق اللي انت عايزه، وان هي منع الناس ان هي تجيلك، وايه هي الاكشنز اللي انت هتاخدها عشان تبدأ ان انت تعالج الخرافة دي، لان الخرافة دي مش مكانها بره، هي مكانها جوه. شكرا جزيلا.